رئيس لجنة حكام فيفا كولينا يكشف فضيحة التحكيم. ركلة جزاء مصر أمام بلجيكا كانت واضحة جدا، الحكم أخطأ. أكد الأسطورة الإيطالية بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن المنتخب المصري كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء صحيحة 100% في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بلجيكا، مشيرا إلى أن الحكم رامون أباتي ارتكب خطأ تحكيميا فادحا بعدم احتسابها. وجاءت تصريحات كولينا الذي يصنف كأفضل حكم في تاريخ كرة القدم بعد مراجعة دقيقة للقطات المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث انتفض الجمهور المصري والمحللون مطالبين بركلة جزاء واضحة للمنتخب الوطني. وقال كولينا في تصريحات حصرية: بعد مراجعة الواقعة أستطيع أن أؤكد أن الحكم رامون أباتي من باراغواي ارتكب خطأ تحكيميا فادحا. كانت ركلة جزاء واضحة جدا للمنتخب المصري. المدافع البلجيكي ماكسيم دي كويبر لم يلعب الكرة إطلاقا، بل اعتمد على إعاقة اللاعب المصري زيزو بمنعه من المرور داخل منطقة الجزاء وعدم احتسابها، خطأ تحكيمي فادح. وأضاف كولينا: الصور واللقطات لا تترك مجالا للشك. المدافع البلجيكي لم يلمس الكرة مطلقا، تدخله كان ضد اللاعب فقط. هذا خطأ واضح وصريح في أي مكان في العالم. في مثل هذه الحالة العقوبة الصحيحة هي ركلة جزاء، وليس مجرد ركلة حرة غير مباشرة خارج المنطقة. وتابع رئيس لجنة حكام الفيفا: هذا هو بالضبط سبب وجود تقنية حكم الفيديو المساعد فار. كان من المفترض أن يتدخل حكام الفيديو فار لإعادة الحكم إلى شاشة المراجعة. هذا الخطأ كان واضحا جدا بحيث لا يمكن تبريره. وختم كولينا: أنا آسف للجماهير المصرية، هذا القرار الخاطئ قد يكلف المنتخب المصري غاليا في مشواره بكأس العالم. أتمنى من لجنة حكام الفيفا مراجعة هذه الحالة مع الحكم وفريق الفيديو لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء. الصحف العالمية تنقل تصريحات كولينا. ليكيب فرنسا. العنوان: كولينا: L'équipe méritait un penalty clair contre la Belgique. L'arbitre a commis une erreur. أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بيير لويجي كولينا وصف قرار الحكم رامون أباتي بعدم احتساب ركلة الجزاء لمصر بأنه خطأ فادح وغير مقبول على مستوى كأس العالم. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله: إن الصور واضحة جدا وتظهر بوضوح المدافع البلجيكي دي كويبر وهو يحتضن اللاعب المصري زيزو ويعيقه عن الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء دون أن يلمس الكرة مطلقا. وكتبت ليكيب أن كولينا انتقد بشدة أداء فريق الفيديو المساعد فار لعدم تدخلهم لمراجعة القرار، مشيرا إلى أن هذه هي بالضبط الحالات التي أنشئت من أجلها تقنية الفيديو. وأضافت الصحيفة أن تصريحات كولينا النادرة والقوية تضع لجنة حكام الفيفا في موقف حرج، خاصة أنها صدرت عن أكبر مسؤول تحكيمي في العالم، مما يزيد من الغضب المصري والشعور بالظلم بعد المباراة. فرانس 24 فرنسا. العنوان: كوب دي موند 2026. كولينا confirme que l'Égypte aurait dû avoir un penalty contre la Belgique. اهتمت قناة فرانس 24 الفرنسية بالتصريحات المدوية لكولينا، حيث كتبت أن رئيس لجنة حكام الفيفا وصف الحالة التحكيمية المثيرة للجدل بأنها ركلة جزاء واضحة ولا تحتمل الجدل. ونقلت القناة عن كولينا قوله: إن الحكم أخطأ بشكل واضح، وكان من المفترض أن يتدخل حكام الفيديو فار لإعادة المشهد وتصحيح القرار، خاصة أن الصور كانت واضحة جدا وتظهر بأكافل واضحة لرئيس لجنة حكام الفيفا الذي يعتبر المرجع الأعلى في عالم التحكيم، بمثابة اعتراف رسمي بأن المنتخب المصري تعرض للظلم في الدقائق الحاسمة من المباراة. وأضافت القناة أن الجماهير المصرية تفاعلت بشكل كبير مع تصريحات كولينا واعتبرتها انتصارا معنويا حتى لو لم تغير نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. The Guardian بريطانيا. العنوان: كولينا: Egypt were denied a clear penalty against Belgium. VAR should have intervened. كتبت صحيفة The Guardian البريطانية أن كولينا وصف قرار الحكم برفض ركلة جزاء مصر بأنه خطأ تحكيمي واضح وصريح كان يجب تصحيحه. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله: إن المدافع البلجيكي لم يلمس الكرة إطلاقا، وكانت هناك صورة واضحة له وهو يحتضن المهاجم المصري داخل المنطقة ويمنعه من الوصول إلى الكرة بطريقة غير قانونية. وأضافت الجارديان أن كولينا انتقد بشدة أداء حكام الفيديو الذين لم يتدخلوا لمساعدة الحكم رامون أباتي، متسائلا: ما فائدة تقنية الفيديو إذا كانت لا تتدخل في مثل هذه الحالات الواضحة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كولينا قد تفتح الباب إلى اتحاد الكرة المصري لتقديم احتجاج رسمي للفيفا، خاصة أن الحالة كانت حاسمة وقد تؤثر على تأهل الفراعنة إلى دور 16. BBC سبورت بريطانيا. العنوان World Cup 2026 كولينا confirms Egypt should have had a penalty against Belgium. أكدت مؤسسة BBC سبورت البريطانية أن كولينا قال إن المنتخب المصري كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء صحيحة 100% في مباراته أمام بلجيكا، في اعتراف نادر ومهم من أكبر مسؤول تحكيمي في العالم. ونقلت المؤسسة عن كولينا قوله إن الواقعة كانت واضحة تماما ولا تحتاج إلى كبير جهد لتحليلها. المدافع البلجيكي منع اللاعب المصري من الوصول إلى الكرة باحتضانه داخل المنطقة دون أي محاولة للعب للكرة. وأشارت BBC سبورت إلى أن هذا الاعتراف من كولينا الذي يعتبر أعلى مسؤول تحكيمي في العالم يمثل اعترافا رسميا بأن المنتخب المصري تعرض للظلم في الدقائق الحاسمة من المباراة. وأضافت المؤسسة أن الجماهير المصرية والعربية تفاعلت بشكل كبير مع تصريحات كولينا واعتبرتها انتصارا معنويا حتى لو لم تغير نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. ماركا إسبانيا. العنوان كولينا El penalti a Egipto ante Bélgica era clarísimo, el árbitro se equivocó. سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على تصريحات كولينا التي وصف فيها الحالة بأنها ركلة جزاء واضحة ولا تقبل التأويل. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله إن الحكم رامون أباتي ارتكب خطأ تحكيميا فادحا عندما لم يحتسب ركلة الجزاء، وكان من المفترض أن يتدخل حكام الفيديو فار لإنقاذ الموقف وتصحيح القرار. وأضافت ماركا أن هذا التصريح النادر من كولينا الذي يعتبر المرجع الأعلى في عالم التحكيم يعكس حجم الخطأ الجسيم الذي تعرضت له مصر، خاصة أن كولينا معروف بقلة تصريحاته وحرصه الشديد على عدم انتقاد الحكام علنا. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كولينا قد تكون مقدمة لتغييرات في قوانين التحكيم وتقنية الفيديو قبل المباريات المقبلة لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات المثيرة للجدل. بيلد ألمانيا. العنوان كولينا Egypt hätte klaren Elfmeter gegen Belgien bekommen müssen, VAR versagte. كتبت صحيفة بيلد الألمانية أن كولينا وصف قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لمصر بأنه خطأ واضح جدا كان يجب أن تصححه تقنية الفيديو. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله إن المدافع البلجيكي لم يلمس الكرة إطلاقا، وكانت هناك صورة واضحة له وهو يحتضن اللاعب المصري داخل المنطقة ويمنعه من التحرك داخل منطقة الجزاء، وهذا خطأ صريح في أي مكان في العالم. وأضافت بيلد أن كولينا انتقد بشدة أداء حكام الفيديو الذين اكتفوا بمشاهدة الواقعة دون التدخل لاستدعاء الحكم لمراجعة القرار، متسائلا إذا كانت مثل هذه الحالات الواضحة لا تدفع حكام الفيديو للتدخل، فما هي الحالات التي تستدعي تدخلهم؟ وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كولينا ستزيد الضغوط على لجنة حكام الفيفا لمراجعة أداء الحكام في البطولة وتقييم قراراتهم بدقة أكبر. سكاي سبورتس بريطانيا. العنوان كولينا Egypt were denied a stonewall penalty against Belgium, VAR should have called it. أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن كولينا قال إن المنتخب المصري حرم من ركلة جزاء صحيحة 100% أمام بلجيكا في وصف لم يسبق له مثيل من رئيس لجنة الحكام في العالم. ونقلت الشبكة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله إن الحكم أخطأ وكان من المفترض أن يتدخل حكام الفيديو فار لمراجعة الواقعة وتصحيح القرار، خاصة أن الصور كانت واضحة جدا وتظهر تدخلا غير قانوني داخل المنطقة. وأشارت سكاي سبورتس إلى أن هذا التصريح سيزيد من الضغوط على لجنة حكام الفيفا، خاصة أنه صدر عن أكبر مسؤول تحكيمي في العالم، مما يعني أن الخطأ معترف به رسميا. وأضافت الشبكة أن الجماهير المصرية والعربية اعتبرت تصريحات كولينا اعترافا بالظلم الذي تعرضت له مصر حتى لو لم تغير نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. جلوبو سبورت البرازيل. العنوان كولينا Egito deveria ter tido penalti claro contra la Bélgica, árbitro erró. كتبت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية أن كولينا أكد أن المنتخب المصري كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء في مباراته أمام بلجيكا في تصريحات نادرة ومهمة من أكبر سلطة تحكيمية في العالم. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حكام الفيفا قوله إن الحالة كانت واضحة جدا ولا تحتاج إلى تفسير. تدخل المدافع البلجيكي كان ضد اللاعب فقط وليس ضد الكرة، وهذا خطأ صريح داخل المنطقة. وأضافت جلوبو سبورت
أن هذا التصريح يعد سابقة نادرة من كولينا، الذي عرف بتحفظه الشديد وقلة تصريحاته عن الحالات التحكيمية الفردية، مما يعكس حجم الخطأ الجسيم الذي تعرضت له مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كولينا قد تؤدي إلى تغييرات في طريقة تعامل حكام الفيديو مع الحالات المشابهة في المباريات المقبلة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء. The Athletic بريطانيا. العنوان: Collina's damning verdict on Egypt's denied penalty against Belgium, clear mistake by the referee. أعدت صحيفة The Athletic البريطانية المتخصصة تقريرا تحليليا مطولا عن تصريحات كولينا، حيث كتبت أن رئيس لجنة حكام الفيفا وصف الحالة بأنها خطأ تحكيمي واضح جدا كان يجب أن تصححه تقنية الفيديو. ونقلت الصحيفة عن كولينا قوله: إن حكام الفيديو كان يجب أن يتدخلوا لمراجعة القرار، خاصة أن الصور كانت واضحة جدا وتظهر تدخلا غير الفيديو. ونقلت الصحيفة عن كولينا قوله أن حكام الفيديو كان يجب أن يتدخلوا لمراجعة القرار، خاصة أن الصور كانت واضحة وتظهر احتضان المدافع البلجيكي للمهاجم المصري داخل المنطقة. وأشارت ذا أثليتيك إلى أن هذا التصريح يضع مصر في موقف قوي للاحتجاج على التحكيم، وقد يفتح الباب أمام اتحاد الكرة المصري لتقديم شكوى رسمية للفيفا. وأضافت الصحيفة أن كولينا الذي يعتبر ضمير التحكيم العالمي لم يسبق له أن انتقد حكاما بهذه القسوة في تصريحاته، ما يعكس حجم الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الحكم وفريق الفيديو في مباراة مصر وبلجيكا. ESPN الولايات المتحدة. العنوان: كولينا: مصر تستحق ركلة جزاء واضحة ضد بلجيكا، رئيس لجنة حكام الفيفا يعترف بالخطأ. كتبت شبكة ESPN الأمريكية أن بيير لويجي كولينا قال إن المنتخب المصري كان يستحق ركلة جزاء واضحة أمام بلجيكا، في اعتراف نادر ومهم من أكبر مسؤول تحكيمي في العالم. ونقلت الشبكة عن رئيس لجنة حكام الفيفا أن الحكم أخطأ، وكان من المفترض أن يتدخل حكام الفيديو VAR لتصحيح الخطأ، خاصة أن الواقعة كانت واضحة جدا وتظهر تدخلا غير قانوني داخل منطقة الجزاء. وأضافت ESPN أن هذا الاعتراف من أكبر مسؤولي التحكيم في العالم هو اعتراف ضمني بأن مصر تعرضت للظلم في واحدة من أهم مبارياتها في كأس العالم. وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات كولينا قد تدفع الفيفا إلى إعادة النظر في آلية عمل حكام الفيديو VAR، والتأكيد على ضرورة تدخلهم في الحالات الواضحة مثل حالة المنتخب المصري أمام بلجيكا.